5 أسئلة تعرف منهم ينفع تشتري بيت ولا لسه بدري. لو بتتجوز جديد أو بتنقل من إيجار لتمليك وهتقسط أو تروح للتمويل العقاري، اوعى تتورط وتشتري بيت قبل ما تسأل نفسك ال5 أسئلة دول. 1. هتفضل في نفس المكان ده 10 سنين على الأقل، لأن شراء البيت رحلة طويلة فيها إجراءات كتير وفلوس ونقل وتوضيب واحتمال سمسرة كتير قوي، فمحتاج توزع اللي هتصرفه على 10 سنين على الأقل علشان ما تبقاش تكاليف مهدرة. 2. هل مصاريف البيت الجديد من الصيانة الشهرية والقسط أقل من 28% من دخلك الشهري ولا لأ؟ لأنها لو أكتر من كده ممكن تبقى مرهقة جدا بالنسبة لك، خصوصا لو عندك التزامات تانية. 3. هل معاك 20% من إجمالي ثمن العقار؟ مش هقولك عشان بس ممكن يطلع لك نفقات غير متوقعة، لكن هقولك إنك لازم تعود نفسك على التحويش قبل ما تلتزم بدفعات قسط وصيانة، فخلي ال20% دول تحدي بالنسبة لك توصل له قبل ما تاخد خطوة الشراء. 4. هل أنت مستعد لتقلبات السوق؟ لو هدفك من البيت الاستقرار أو إنه بيت للمعيشة مش استثمار، لازم تعمل حسابك إن السوق متقلب ومش شرط سعر العقار يزيد بالصورة اللي أنت متوقعها، وممكن ما يزيدش أصلا. 5. هل أنت متحمس إنك تشتري بيت؟ ما تجيبش بيت عشان أنت لازم تجيبه أو إن المجتمع بيضغط عليك، لأن على فكرة الإيجار كمان ليه مميزات كتير ممكن نتكلم عنها في فيديو لوحدها، بس هات بيت لما تحس إنك متحمس فعلا تاخد الخطوة دي ومستعد ليها. ابعت الفيديو لصاحبك اللي لسه بيدور على بيت.